مش كلمة بحبك طلعت ملهاش لازمة؟ تعالوا اقول لكم بعد ما صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد بيسألوه على علاقته بمراته، قال أنا لما اتجوزتها قلت لها اللي بيني وبينك أهلي وأهلك ملهمش علاقة بيه، هنقعد ونحله سوا، المهم ما ننامش واحنا زعلانين من بعض، ولو الموضوع كبر انت ما تسيبيش بيتك ابدا، انا اللي هسيبه واروح اقعد عند واحد صاحبي، اقعد حتى لو في فندق اي حاجة، بس انت ما تسيبيش بيتك، ولو الدنيا اتعقدت قوي انا اللي حاجة اصالحك واقول لك طب انت عاوزة ايه؟ قولي لي ايه اللي يراضيكي. بحس دايما ان الراجل هو القائد اللي بيمشي العلاقه وهو اللي بينجحها او بيهدمها، الراجل اللي بيطمن خوفك وقت ما تغلطي ويطبطب عليكي ويقول لك خلاص حصل خير ولا يهمك، ويفهمك اللي ضايقه بالراحه. بيتهيألي ان الراجل الحنين والطيب ده ممكن يخلي الست تعشقه. الحب مش كل حاجه، الحب سهل ينتهي بعد وقت مع المعافره مع الشخص الغلط اللي قلبه قاسي، بس الحنيه والاحتواء هم اللي ممكن يفتحوا بيت. باختصار ما تتنازليش عن الحنيه وابعدوا عن العلاقات اللي بتستنزفكم وبتاخد منكم طاقتكم. خليك مع الراجل الحنين اللي بيعرف يحتويكي، ده الرزق بجد. الحب مش بحبك ووحشتيني، الحب دايما بيكون احتواء واحترام متبادل بين الطرفين. كلمة بحبك ملهاش لازمة مع أسلوب وحش، ملهاش لازمة مع بخل في المشاعر، ملهاش لازمة مع الحرمان من أقل حقوقك، ملهاش لازمة مع عدم احترام لشخصيتك وكيانك، ملهاش أي لازمة لو ما عملتش لنفسك مكان في قلبه. بس كده، سلام عليكم.